يعطيكم العافية. كيفكم اليوم؟ حنعمل كبة مشوية. أنا بالعادة كنت بعمل كبة مقلية، بس اليوم خطرت عبالي تكون مشوية، وحبيت كمان إني صور لكم إياها. بس الله أكبر، لحد هلأ إسا الدنيا ما وقفت من الشتي. إلا تشتي من الفجر. رح الصبح أول شي بفنجان قهوة مر، أنا ما بحب القهوة الحلوة. وبالنسبة للكبة كنت عنت في حغير رأيي بسبب الشتي، لأنه بتعرفوا بدنا نشعل نار وفحم وإلى آخره. بس رجعت قلت إنه يلا مثل بعضها، بما إنه مجهزين المكونات إنه خلاص رح أعملها. هلا بالعادة مرت خالي هي كانت تعمل كبة المشوية. هلا مرت خالي بتكون أمه لجوزي، كانت هي تستلم قصص الشوي. بس اليوم أنا عبالي كتير إني أعملها وحنعملها سوا. بالبداية أول شي رح جهز المكسرات. رح حط فيها كل شي. في نوع مكسرات عندي بالبيت، عندي جوز. في نوعين من الجوز. هلا في هيدا النوع دغري بيتقشر، بس النوع التاني كان قاسي كتير، مشان هيك خلص ما رح كتر جوز كتير. كمان رجعت اشتريت فستق، هيدي هي الكمية اللي طلعت لي. بالنسبة للقشور لا ترموها، حطوها مع الفحم. بيطلع معكم جمر، بيطول. كمان رح حط لوز وكاجو، اكيد بده كله تقشير. عفوا، بدي كتنكت. انا بالنسبة إلي المكسرات اللي بتنحط على الكبسة او على الفتة وهدول الاكلات ما كتير بحبها عادي، بس الا الكبة بحب كتر لها مكسرات كتير. حسها هيك بالطيبة، خاصة لما تتقلى مع السمنة. هلا رح بلش بالبصل. انا وعم اقدم الفيديو واحضره بقول يا ريت نحن ستات البيوت هيك بنشتغل هالقد بسرعة، يعني فينا نقدم سرعة شغلنا بالبيت، مثل ترتيب الجلي، الطبخ. يا ريت قالوا منزيد سرعة شغلنا مثلا ضرب 2 أو ضرب 3 حسب، مثل المكنة يعني. هلا أنا هون فيني عادي لما بدي أكون ما أطبخ أي طبخة، خاصة لما أكون بدها تاخد وقت كتير وبدها مكونات وشغل، لما اشتغل بجاط أو مصفاية أو صينية خلص بضل اشتغل فيهن كل الوقت، يعني بضل بغسلين وبرجع بستعملهم مرتين. ما بعرف انتو هيك؟ مثلا مثل امي، انا امي لما كانت تشتغل بالمطبخ بتذكر انها كانت ما تترك جاط ولا مصفية الا ما تستعملين. وروح يا ايمان جلي. هون بدي اجيب ورق حبق، وبدي اجيب نعنع، اكيد هدول الضروريات للكبة. ما شاء الله الورقات الله اكبر بوحده الخالق قد ما حلوين وكبار. هيدي هي الحبق المثالي. هلا هو ببعض المناطق اسمه الريحان. هلا انا تأنطر الشتي لحتى لي يروح، مش رح توقف. عم لكم الله اكبر لهلا ما وقفت، يعني هلا هون نحن الساعة 9، بلشت من ساعات الفجر. بس قلت خلص يعني رح انزل تحت الشتي، لانه الوضع ما عاد فيني انطر، يعني بدي اجيب حبق، بدي جهز اكليتي لانها كتير بتاخد وقت. بس المشكلة ما في نعنع كتير. هلا انا زارعة على برندة بيتي نعنع، هلا بعد شوي بروح بقطف من عندي. هون وقت اللي زرعنا لوبي اذا بتتذكروا، مش طالعين كتير، يعني اول ما يبلشوا يطلعوا. العشب اللي بين النعنع هيدا مش بري، هيدا بيحطوا لها الخبيزة، هيدا الشمرة اذا بتعرفوا، بس اول ما عم يطلع بعده جديد. زرعت هيدي النعنعة بالصيفية، بزرعها بس بوقت الضرورة، يعني وقت اللي بدي انزل جيب نعنع من تحت ما بلاقي كتير، بكون قلت هيدي عزدينا. بس بعدها يعني صغيرة اكيد ما بتلبي الطلب، بس انه يعني نتفة. كمان زرعة شوية بصل، هدول زرعين ابني. هون كمان زرعت نعنع، لأنه بتعرفوا بالشتوية النعنع بقال. هون زرعة توم، هيدي ألوفيرا، وهون حامض، ما بعرف كنا ليمونة، ما عرفت طلعت لوحدها. يلا هيدي هي الكمية اللي بدي اياها. هلا رح بلش كت البصل.
اكيد بدي افرم الحبق والنعناع كتير ناعم. وهون بصل مفروم ناعم راح استعمله للبرغل. وهون البرغل راح اعمل كمية كبيرة، راح اعمل 1.5 كيلو. انا بس بغسله بالمي السخنة، بغسله تقريبا مرتين وبصفيه وبيكون جاهز. وهلا اكيد بدي غطيه بأي كيس نايلون. عندي هون كيس خبز كرمال يحافظ على الحرارة يلي جواته، كرمال تنفخ الحبة زيادة. هيدي هي المكونات صارت جاهزة كلها. رح بلش بالحشوة. وهون في كيلو كامل من اللحمة مقسومين. هيدي البطاطا رح اسلقها كرمال حطها للبرغل. اكيد بدي احط السمنة البلدية، وبدي احط سمنة كمان للمكسرات. انا اللحمة بنشفها شوي لوحدها، بعدين بزيدها للبصل. هلا بدي احط بهارات، 7 بهارات وبهار اسود، ملح، وحطي كنت مع البصلة فليفلة حمرة مطحونة. هيدي الحشوة صارت جاهزة. بيبقى المكسرات بزيدها بعدين بس لتبرد الحشوة. هون حطيت البطاطا اكيد مع ميتها، وهون رجعت ضفت البصل والنعناع والحبق. رح ارجع انتقل على الطاولة، الشغل اهين لان المجلة كانت عيلية على ايدي عم بتضايقني. رح احط اللحمة والملح واكيد البهارات كمان. رح احط 7 بهارات وبهار اسود. وهيك بتكون الحشوة صارت جاهزة. اكيد اخر شي ما انسى المكسرات، مش رح امرها كتير نتفة. انا ما بحرك المكسرات مع الحشوة كرمال تضلها مقرمشة، يعني بتركها على الوجه هيك. هلا بالنسبة لتشكيل القراص شوفوا شو رح اعمل. اول شي رح اختار الحجم. اكيد مش عم شكلها انا، بس هون عم نقي الحجم اللي بدي اياه. بالنسبة للحشوة اكيد انتو بتعرفوها، بتشبه بس اعملوا مثل ما بتعملوا الكبة المقلية. حطوا الحشوة بعدين برجع انا بدورها
لحتى تتشكل معي دائرة كرة شكلها حلو. أكيد المي أساسي ما بيساعد على تشقق القرص. شوفوا شكله ما أحلاه. رح أعمل واحدة تانية كرمال تشوفوها. حانتقل هلا على الخطوة الثانية. أول شي رح جهز زيت الزيتون. أكيد الزيت أساسي للكبة المشوية لأن بده يتغلغل على داير مدار القرص. تاني شي بإيدي هيدا الكيس. هلا شوفوا شو رح أعمل فيه. رح شكل القوالب رح شكل الأقراص بقوالب المعمول. أكيد شايفينها قبل. عندي قالب تاني بس حجم أصغر. هلا القالب الصغير خصصه للكبة الحرة. أول شي رح قص هيدا الكيس لأنه ما بدي إياه على جهتين. هيدا الكيس بيساعدنا على أنه نشيل الحبة بسرعة. رح أحط زيت مش لأنه بتلزق، لأن الزيت بدي إياه يتغلغل على وجه القرص. شوفوا الشغل شو هين، دغري بيتشكل معنا قرص شكله كتير حلو. هلا القالب التاني الرسمي أحلى وبتعلم أكتر، بس أنا مضطرة استعمل القرص الكبير. هلا رح بلش بالحرة. أكيد رح يكونوا قراص أصغر. حطيت بس فليفلة حرة مطحونة يعني. أنا تقريبا خلصت الحمد لله، يعني طلعوا لي كمية كتير كبيرة. هدول 1.5 كيلو برغل وكيلو لحمة. كيلو لحمة يعني مقسومين بين 3 وقيات للحشوة وقية للعجينة. هلا حنبلش بتشعيل النار على الفحم. أكيد على وسع مكتوب لا ما ضيق. لا ما تفرق. على وزنك على وزنك بس. يلا حتى انت قلب وانا قلب هو. حط زيت. لا هيك بدأ اسا. نرجع نسير على الطرف. بس هي بطفي النار مع الخضار ازاي؟ وين اعطينا الزيتين؟ وين علي انت اخذته؟ وين ايمن وين الزيت؟ اثنين يا حسين. عم دنبور الدرج. عم دنبور الدرج يا سامو. ماما الولد البار. على الطاولة. لبل ما خلصنا أو خلصوا الشباب شوي للكبة. شوفوا هيدي الشجرة الجريفول ما شاء الله قد ايه حاملة. أكيد لونها بيصير مايل للأورانج بعد ما نضجت. لا على الواقع
هلا هيدي النبتة هيدي دراجون فروت كنا زارعينها جديد، ان شاء الله ما تموت بالشتوية لأن الطقس عنا بارد، يمكن بتناسب الأجواء الاستوائية. هيدي بوملة حتى إذا بتكبر أكتر من هيك. أنا الحمد لله خلصت الفيديو، إن شاء الله تكونوا حبيتوه. بشوفكم بفيديو جديد وشكرا للكل.